لو لسه ما بتعرفيش تعملي شوية رز بشعرية كده علشان جوزك ياكلهم جنب الخضار مفلفلين وحلوين ويقولك تسلم ايديكي، يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هعلمك شوية كده رز بشعرية، انما ايه، هديكي سر الرز بشعرية، خليكي دكتورة فيها. اول حاجة كده عندي الحلة بتاعتنا الحلوة، هحط كده معلقتين من ايه، من السمنة. لو عندك زبدة تمام، عندك زيت. وبعد كده حطيت كوباية من الشعرية. انا النهاردة هعمل كوبايتين رز، على كل كوبايتين رز كوباية من الشعرية، يبقى كوباية الرز بتاخد نص كوباية من الشعرية. ركزوا بقى معايا، هبدأ بقى اقلب الشعرية دي ما ينفعش تسيبيها على النار كده ايه وتروحي وتيجي، لا، لازم كده ايديكي فيها بالمعلقة كل شوية لحد ما توصل للون الحلو ده. بصوا، ايوه، اللون الذهبي الايه، الفاتح سيكا، مش غامق خالص عشان ما يتحرقش. هنزل بقى بايه، بكوبايتين من الرز. الرز ده رز مصري، وطبعا الرز المصري اللي في الاكياس الرز مش بيتغسل، تمام، عشان الرزاية نفسها بتبقى حلوة كده وجميلة ومتغلفة بتغليفة زيت حلوة، فما تغسلوش الرز، تمام. لكن لو الرزة بتاعتك انت شايفاها مش افضل حاجة، ممكن تغسليها. هحط بقى ايه 3 ورقات لورا كده حلوين، دول هيديكي ايه طعم وايه وريحة حلوة. تعالوا بقى ايه نضيف كام اضافة تانية. عندي مكعب مرق، ده اختياري، رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح. بس كده، ايوه بس كده. يا عم تزود حاجة تاني؟ لا. طب نقص؟ لا، هما كده. هتطلع احلى رز بشعرية وعلى ضمانتي. بصوا بقى، على كل كوباية رز سادة كوباية وربع مية سخنة. طب على كل كوباية رز بشعرية عليها كوباية ونص من المية السخنة. يبقى أنا حطيت كام كوباية هنا؟ على كوبايتين الرز وكوباية الشعرية حطيت 3 كوبايات مية تكون بتغلي. يبقى تاني، على كل كوباية رز بشعرية، ادي كوباية الرز عليها نص كوباية شعرية، عليها كوباية ونص من المية السخنة اللي بتغلي. تمام، اكتبي بقى ورايا علشان ايه تبقي خبيرة في الرز. هبدأ كده بقى ايه، اغطي عليه واسيبه بتاع ايه 10 دقايق كده. بصوا يا جماعة، اول كده ما يتشرب، شايفين يتشرب ازاي، هبدأ اوطي عليه خالص خالص واسيبه كده على شمعة. ويا سلام لو حطيتي الشياطة تحته، هيبقى ايه زي الفل. واسيبه بتاع 10 دقايق كمان، ربع ساعة. بص الرز بقى حلو ازاي، اتشرب من المية بتاعته. بصوا بقى مفلفل وجميل، طبعا انتوا بقى بتفلفلوه تاني. بصوا يا جماعة الحلاوة والجمال. طب لو عجن منك بقى هتعملي ايه؟ ممكن تحطي كده رغيف عيش على وشه وتسيبيه. طبعا بتقفلي النار، او ممكن تفرديه على صينية وتسيبيه كده في الفرن شوية يبخر المية بتاعته. تمام، ده لو الرز عجن، بس هو هيطلع كده مفلفل وحلو زي ما انت شايفة. وبقى ممكن تعملي بقى شوية خضار جنبيه، شوية تورلي، حتتين لحمة حلوين، هيبقى زي الفل. بصوا يا جماعة الرز حلو ومفلفل ازاي. جربوا الرز على طريقتي وعلى ضمانتي، هتبقي خبيرة في الرز. يلا اعملوا لي لايك وكومنت وكمان شير للوصفة.